وحياة اغلى حاجة عندك يا اختي منك ليها، وانتي رايحة وانتي جاية هاتي قوطة في ايدك، وما تستنيش قفص القوطة اللي انتي ناوية تجيبيه وتقولي انا عايزة اجيب قفص قوطة مرة واحدة واعمله عشان اخزنه في التلاجة. ما تستنوش، عشان ممكن الطماطم دي مجنونة، ممكن فجأة تلاقيها غليت ونرجع نعيط كلنا. بصي يا حبيبتي، وانتي طالعة في اي طلب بتجيبي اي حاجة من تحت، هاتي في ايدك كيس قوطة، اقعدي جمعي كده وقومي في التلاجة، يا اما تحطيهم في الفريزر. او انا بحب اعملها صلصه ازاي؟ يعني انا مثلا بجيب 5 6 كيلو قوطه، بنقي منهم الجامده واحطها في سبت للسلطه، والباقيين ال4 ولا ال3 كيلو بحطهم في حله على النار واخليهم بغسلهم يتسلقوا حلو، وبالهاند بلندر وبضربها. عايزه تصفيها وهي يعني بقى في اول ضربه كده للهاند بلندر ماشي، عايزه تسيبها بقشرها تمام. باخد منهم شويه، مثلا الجردل ده كان مليان، بملى الجردل ده، طبعا احنا في الشتاء والقطه مش هيجرى لها حاجه، بحطه في التلاجة. مكرونه مستعجله، طبعا كل حاجه، بعمل صينيه خضار، بعمل محشي، يبقى الجردل ده معايا في التلاجة استخدم منه، واقوم واخده الكيسين دول رميهم في الفريزر. بس انا بغلط غلطه بقى، لما احتاج بقى اروح اسحب من اللي في الفريزر، والنبي ما عدنا نغلط الغلطه دي، لا اله الا الله، والنبي ما نغلط الغلطه دي تاني. اللي في الفريزر نقفل عليه، لما نعوز نبعت نشتري، عشان لما تغلى نلاقي حاجه في الفريزر ونقعدش نعيط ونشتريها. احنا كلنا عارفين وقاسينا قد ايه، ما احناش حمل القوطه تغلى ونشتري القوطه غاليه والخضار غالي، يبقى احنا عندنا القوطه نبقى نشتري الحاجات التانيه. يا رب يكون فكره الفيديو عجبتكم، وان عجبكم الفيديو ما تنسيش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. وهتلاقوا الفيديو بتاع صلصة الطماطم على الصفحة وعلى القناة عاملاهم اكتر من مرة. وفي ناس بتحب تريح دماغها وتعمل مثلا اكياس معمولة كده خلطة المحشي، فيها البصل وفيها كل حاجة، يا دوب بتنزل الكيس من ده، تيجي تعملي مثلا في رمضان ولا محشي في اي وقت ومستعجلة، تنزلي كيس الصلصة بتاعك ده اللي هو بتاع المحشي، وتكتبي عليه ان ده بتاع محشي، او بتشيليه في درج لوحده او في سبت لوحده، وتحطيه على الرز بتاعك وتحطي الخضرة وبس كده وتقلبي، والموضوع بيبقى في منتهى السهولة والبساطة، بتوفري على نفسك وقت ومجهود وكمان فلوس. القوطة يا جماعة من أساسيات البيت، زيها زي الدقيق بالظبط، زيها زي المكرونة، يمكن أهم كمان من الحاجات دي، لأنها ساعات بتوصل ممكن نستغنى عن الدقيق، لكن مش ممكن نستغنى عن الصلصة. احنا هنطبخ ايه غير يا إما محاشي يا إما خضار يا إما مكرونة وأي حاجة جنبها. يلا قومي تشجعي كده وما تكسليش وما تستنيش، الحقي وقتك بدري بدري في الأيام دي كده، خزني لك شوية حاجات ينفعوكي.